يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل كيكة البرتقال، معاها صوص كراميل بشوية عصير برتقال خلي طعمها روعة. بصوا الكيكاية لسه سخنة، مش قادرة استنى لما تبرد. هشة جدا، طرية جدا. صوص البرتقال بالسكر طعمه خطير. بصوا الطراوة عاملة ازاي. انا حضرت 3 كوبايات دقيق، عليهم باكو بيكنج باودر، 4 بيضات، وباكو فانيليا، كوبايتين سكر، كوباية زيت، كوباية عصير برتقال. البيض يا جماعة منحطوش في التلاجة، يكون برا التلاجة. هحط ال4 بيضات معاهم الفانيليا والسكر، والدقيق انا معايراه بنفس الكوباية اللي معايرة بيها السكر والزيت وعصير البرتقال. حطيت البيض والسكر مع الفانيليا، هقلبهم ونجيب دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. يعني انا بجيب دقيق مخبوزات وبنخله طبعا، وبحط عليه باكو بيكنج باودر. دي كوباية عصير برتقال، ممكن كوباية الزيت نخليها نص سمنة ونص زيت. هنحط الدقيق شوية شوية علشان ما نبقاش فيه من تحت خالص دقيق باين، لازم اقلب ما الاقيش فيه اي دقيق يعني باين فيه. فهضيفه شوية شوية كده، اتأكدت ان خلاص مفيش اي دقيق باين فيها. بصوا قوام الكيكة عامل ازاي، مش عايزة اقول لكم لونها خطير، طعم البرتقال ومزازته فيها روعة. انا حطيت زيت في قالب الكيكة وبطنته بالدقيق. ده الصوص اللي انا هعمله: معلقتين سكر كبار، 3 معالق كريمة لباني، ودي نص كوباية عصير برتقال بمعلقة نشا كبيرة. هحط السكر يتكرمل، مش هحركه ولا اجي جنبه، كده لونه بقى مناسب. هضيف له الكريمة، اقلبها تقلبتين، وهحط عصير البرتقال اللي بالنشا. كده هقلبهم، هنلاقيه طخن معانا شوية. مش عايزة اقول لكم بقى مزازة البرتقال في الصوص ده طعمه عامل ازاي. كده انا خلصته، سيبه يبرد شوية واكون مقطعة الكيكة احطه عليه. مش عايزة اقول لكم هي كان طعمها عامل ازاي، طرية جدا هشة حلوة قوي. وده وقتها بتاع الشتاء واوان البرتقال. انا مش قادرة اصبر لما تبرد، مقطعة وهي سخنة. فجميلة قوي قوي وسهلة جدا. وميرسي جدا على متابعتكم، يا رب تكون الفيديوهات بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو نشترك في القناة ونفعل